فضيحة كروية النهاردة حصلت من اتحاد الكرة بسبب اتحاد الكرة. والأهلي انسحب من مباراة الزمالك في الديربي والقمة بين الزمالك والنادي الأهلي. بجد حاجة يا جماعة، يعني أنا مش عارف والله إيه اللي بيحصل. يعني الواحد صحي على الخبر دوت، حاجة بجد غريبة. هو الماتش اهو انتهى وكده، الزمالك هيعتبر كسبان 3-0. وباختصار يعني كده هي منظومة فاشلة. لازم نعترف ان هي منظومة فاشلة. يعني دي حاجة لازم نعترف بيها. ما هي منظومة فاشلة. لسه مغلوبين في المنتخب المحليين اهو اول امبارح. منتخب المحليين لسه خسران اهو من جنوب افريقيا هنا على ارض مصر 3-1، وخرجنا من بطولة افريقيا. فهي بصوا، هي منظومة كلها فاشلة. وقلت لكم الكلام ده قبل كده. منظومة فاشلة، فهي كده وكده. هي فاشلة في كل حاجة. يعني هي ما بتبقاش فاشلة في حاجة واحدة، هي بتبقى فاشلة في كل واحد حاجة زي ما قلت لكم. هي ملهاش حل. يعني هي ملهاش حل، وده كله بسبب اتحاد الكورة. اتحاد الكورة ناس لا عارفة تدير ولا عارفة تعمل اي حاجة. وهي تكملة. هي اللي احنا فيه ده تكملة لكمية الفشل ده كله. ما هي لازم الفشل ده الفشل بيكر زي ما بيقولوا. فيعني حاجة بجد، يعني فضيحة لماتش النادي الزمالك والنادي الأهلي. أقوى ديربي في العالم، من أقوى الدربيات في العالم. يعني هم جيهم عملوا تصنيف لأقوى الدربيات. لقوا إن برشلونة والريال وإي سي ميلان وإنتر ميلان وديربي بوكا جونيور وريفر بليت والنادي الأهلي ونادي الزمالك، يعني ديربي عالمي. الناس بقت تضحك علينا والله العظيم. يعني العالم كله النهارده كان بيتفرج. يعني ماتش عالمي انت مش عارف تديره. دي فضيحة، دي كارثة بصراحة. يعني اللي بيديروا دول لو رابطة أندية ومحترفة. فين بقى رابطة أندية محترفة وفين اتحاد الكورة؟ مفيش خالص. ناس ميح في كل حاجة. هتقول لي بقى منتخب، هتقول لي أي حاجة. دي ناس يعني منظومة فاشلة، كلها منظومة فاشلة، وكل سنة على نفس النظام. مفيش تحقيق، لا تكافؤ فرص. وعلى فكرة الكلام ده مش على الأهلي بس، يعني الكلام ده على الأندية كلها. مفيش يا جماعة والله. يعني احنا ما عندناش، احنا بقالنا 15 سنة الدوري زي ما انتم ما شايفين. يعني انا بصراحة انا شايف ان مفيش عندنا كورة، ودي حاجة لازم نعترف بيها. احنا ما عندناش كورة يا جماعة. احنا اللي احنا فيه ده تهريج اصلا. يعني اللي احنا فيه ده تهريج. ده اسمه تهريج. والله بجد اللي احنا فيه ده تهريج وفضايح كلها. احنا الناس خلاص بقت تتفرج دلوقتي على انجلترا وتتفرج على فرنسا. ناس المحترمة. لا، الناس اللي عندنا دول بصراحة ناس غريبة جدا. يعني انت اصلا عارف ان الماتش دوت بتجيب له حكام اجانب، بتجيب له حكام اجانب. ما تقعدش تتفزلك. حكم مصري ايه اللي يحكم مصر ماتش زي كده؟ ما هو طول عمرها يعني طول عمره الماتش دوت بيتلعب بحكام اجانب. من ايام ما انا ما كنت طفل، من ايام كابتن حسام حسن وابراهيم حسن لما كانوا في الاهلي، من ايام ما كابتن فاروق جعفر كان ماسك الزمالك في التسعينات. ما الماتش دوت طول عمره بيتلعب بحكام اجانب من التسعينات، لان ماتش حساس، هو ماتش حساس. ديربي الاهلي والزمالك معروف ان هو بيجي له حكام اجانب. انتوا بقى جيتوا بتخترعوا دلوقتي حكام مصريين. طب ما انا هعترض بقى، انا مش عايز حكم مصري يا عم، انت مالك؟ ماتش عالمي، ضيعت ماتش عالمي. يعني بسبب الغباء بتاعكم، وبسبب ان انتوا ناس اصلا يعني بصراحة ناس غريبة جدا والله العظيم. ناس مش عارف اقول عليها ناس فشلة. يعني ناس فاشلة في رابطة أندية ورابطة مش عارف وعاملين لي فيها مش عارف. انا ناس جايه تقعد على مكاتب وخلاص، ناس عمالة بتاخد دولارات وخلاص. يلا هي بقى كده، وهم هيفضلوا كده. ومفيش حل اعتقد. وهنشوف بقى الفترة الجاية هيحصل والعقوبات اللي هتنزل على النادي الاهلي هتبقى عاملة ازاي، وهينسحب من الدوري ولا لا. هنشوف بقى التطورات في الساعات الجاية. سلام.